السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله غادي نصوروا اليوم واحد نوع من الكاشير ديال الدجاج. هو كيجي كاشير تقدري ديريه في ساندويتشات للدراري بعد ما كيتصاوب، عنده عدة استعمالات غادي نصاوبوه اليوم ان شاء الله. عندي الدجاج 3 صدور دجاج مقطعين، 3 صدور ديال الدجاج، عندي واحد المعلقه ديال الحامض، عندي سكينجبير، عندي البزار، عندي الملحه، عندي المايزينا، عندي الصوجه، زيت العود، هذا البوارو مع شويه الثومه مع الثومه. دابا تشوفوا كيفاش غنستعملوهم، وكاينين اضافات اخرين اللي بغى يديرهم من بعد غير نقولهم لكم ان شاء الله. غادي نقطعوا الدجاج، نقطعوا بطريقه عشوائيه لان غنطحنوه. غادي ندير الدجاج هنا باش نطحنوه. دابا من بعد ما طحنت الدجاج ها هو خصو يكون هاكا مطحون كليا بزاف كاع ماشي شويه. درت فيها بارو، غنشدو هاد الثومه هادي هكا غادي نمعسها. انا هكا كتجيني ساهله لانني اصلا كنت دايرها في الفريغو. الثومه اصلا كنت دايرها في الفريغو، غادي ندير لها هكا شويه ديال مزيان 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 هكا بيدي حتى نحاول نخرج منها شويه د الماء. كندير فيه الماء تقريبا قد هكا ديال الماء، واحد نص كاس صغير ديال الماء. كنعرقهم مزيان في يدي، مزيان مزيان مزيان. كنخويهم هنايا، كنخويهم. كنزيد البزار، كنزيد سكينجبير، الصوجه، كندير الملحه، كندير شويه ديال الحامض، شويه زيت العود. سمحوا لي نسيت ما قلت لكمش بلي راني ضروري خصني ندير 2 البيضات. راه دابا درتها البيض ديالهم ها هو كنعجن فيه، وغنصفرها هو خليته غنحتفظ به من بعد. غندير دابا المايزينا، ها هي هذه. دابا بعد ما عجننا هادشي ودرنا فيه دوك التوابل وداكشي، غندير واحد شويه ديال الزيت. ندير الزيت هنا، ندهنو الجناب، ندهنو كلشي باش ما تلصقش لينا. دابا غادي نحطو هاد الخير هنا. نحاول نثبتها مزيان. جربوه والله الا غزال، في الحقيقه غزال من داك الشرف. نحاولوا نضغطوا عليه باش نحيدوهم.
هذا داك الاكسجين اللي كيبقى. غادي نحاولوا نتقبوه شويه هكا نحاولوا نتقبوه بواحد الكردون صافي. وغنديروا ليه السلوفان نغطوه مزيان، نديرو في الكسكاس صافي. غادي نديرو هكا نغطي عليه نص ساعه وغنطلقوا. دابا الدجاج ديالنا ها هو طاب ما شاء الله. الريحه ديالو كتشهي ما شاء الله. وهذا داك الصفر ديال البيض اللي بقى لينا غنديروه بحال هكا من الفوق. غادي نعاود ندير ليه السلوفان وغنردو عاوتاني الكسكاس وغنغطيه مزيان. عفوا ما قلت لكمش باللي الميكا اللي كنغطي بها السلوفان اللي كنغطي به الطاوه اللي فيها الدجاج ضروري كنتقبوا بالكردون. دابا غنخليه واحد 10 دقائق بين ما يطيب لنا هذاك البيض وغادي نجبدوه ان شاء الله ونبقاو مع الشكل النهائي. دابا هذا الخير ديالنا تبارك الله ها هو طاب. ما شاء الله. جربوه في الحقيقه راه كيجي من داك الشرفيع. دابا نقطعوه وعاد غادي نشوفوا ان شاء الله. دابا الكفته ديالنا ها هي ساليناها، هي كالشير وكفته في نفس الوقت. وفي نفس الوقت هي اللي بغى يديرها في ساندويتش الوليدات واللي بغى يحطها هكاك اللي بغى يخرج بها شي خرجه وراها كتجي ما شاء الله. راه زعما اش غنقول لكم، هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دابا الريحه ديالها راه طالعه راه شهتني انا بعدا. واخا التقطاع ديالي شويه مشى معوج معليش نحاولوا نقدوه. هيا جربوها راه اخواتي راه كتجي اش غنقول لكم. هذه راه اكله رائعه. راه الريحه ديالها راه شهاتني. واللي بغى يزيد ليها شي اضافات بحال شويه حبه حلاوه شويه الكمون شويه اليازير والزعتر يكونوا مطحونين نديرو غير رويزه المعلقه حتى هو راه تيجي تيحمق. ولكن انا كنفضلها هكا راه ما شاء الله. جربوها وغادي تشكروني عليها ونتلاقاو ان شاء الله. ورحنا معكم دائما في الجديد ان شاء الله. والله يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.